السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. جاءني سؤال من أحد المتابعين للقناة يقول لي: يا أبو أحمد، ما هي أسرار سورة البقرة؟ أسرار سورة البقرة: البركة في المنزل، سهولة تربية الأولاد، قلة المشاكل في البيت، طرد وحرق الشياطين والعارض من البيت، والقرين في أجسامكم يخنث دائما وأبدا. سبحان الله، أنوار وأسرار لا يذوقها إلا من يقرأ سورة البقرة يوميا وفي جلسة واحدة. سبحان الله، ما أحلاها وما أجملها. بعد صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر تعطيك الحكمة، تعطيك المعرفة. سبحان الله، أقول لكم سر لأول مرة: كلما أقرأ سورة البقرة أخرج بفيديوهات أكثر وأريد أن أبلغ آية أكثر، كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: ماذا تريد؟ البركة في الرزق، الذرية الصالحة، قلة المشاكل مع زوجتك مع زوجك، تربية الأولاد بسهولة، تفوق دراسي. يعني نعم، لا تعد ولا تحصى من الله سبحانه وتعالى. نعم، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأسرار كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. ماذا تفعل سورة البقرة عندما تقرأها كل يوم وتداوم عليها وتحرص على قراءتها يوميا؟ وإذا أردت أن تبدأ بجلستين أو 3 جلسات أول ما تبدأ بها لا بأس، ولكن عود نفسك. أخي أختي أعزائي المتابعين، عودوا أنفسكم على أن تقرؤوها قبل صلاة الفجر في قيام الليل، وخصوصا رمضان على الأبواب، أو بعد صلاة الفجر. سبحان الله، أنوار كثيرة ومنامات، يعني رؤى صالحة جدا. سبحان الله، تيسر جميع الأمور وتعطي الوظيفة، تعطي الذرية الصالحة كما قلت لكم. تيسير عجيب سبحان الله، بل تسخير بعد التسخير من الله سبحانه وتعالى، من جنود الأرض وملائكة السماء إن شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.